سلام عليكم. فيديو النهارده هيكون مختلف شويه عن الفيديوز اللي فاتت، ولكن قبل ما ابدا مبسوطه جدا بالناس اللي راحت فعلا اشترت جذوع الشجر واشتغلت عليها، ومبسوطه ان انا عرفت افيدكم بحاجه. يعني فيديو النهارده هيكون مختلف شويه لكل الناس اللي بتحب التغيير وما بتحبش السيمتريه، وهقول لكم ازاي ان انتوا تشتغلوا على سطح خشبي حتى لو مش مستوي وفيه مثلا حفر. واكيد كلنا عندنا في البيت حاجات او خشب مش بنستخدمه ورامينه او راكنينه، فللناس اللي بتحب ترسم ده كنز عندكم لازم تستغلوه حقيقي. وانا اول حاجة هستغلها عندنا يعني في البيت مولة السرير اتكسرت، وبصراحة أنا كنت أسعد واحدة إن مولة السرير اتكسرت عشان خاطر أنا شفتها بشكل تاني، وشفت إن هي لو اتلونت أو بقت أو لو رسمت عليها تابلو هتبقى تحفة جدا. يعني ده الجزء اللي أنا أخدته، هو مش طويل قوي، حوالي 50 سنتي. تمام، فهقول لكم بقى إحنا هنشتغل عليها بإيه، وهقول لكم إحنا هنستخدم إيه. اول حاجه علشان خاطر الحفر اللي في الخشب. بصوا الحفر عامله ازاي، يعني انا لو فكرت ان انا ارسم عليها كده هتبقى صعبه جدا جدا جدا، والرسمه هتطلع شكلها وحش حتى لو انا برسم حلو. فلازم ان احنا نخلي السطح ناعم عشان خاطر نعرف نشتغل عليها. اول حاجه هنستخدمها معانا وهي البطله في جميع الاخشاب الغير مستويه، هي دي الصنفره من عند المواني. تمام، اللي هو بيجيبها لكم وبيديها لكم كبيره، بس انا بقطعها بالطريقه اللي انا عايزه امسكها بيها او اللي هتريحني ان انا بمسكها بيها. تمام، دي اول حاجه ودي اهم حاجه. تاني حاجه بقى معجون حوائط. تمام، المعجون ده حاجه كويسه جدا في ان احنا هنسد بيه بقى كل الحفر دي. هنحطه كده وهقول لكم بيتفرد برضو ازاي. هنستخدم الصنفره وبعد كده هنفرد المعجون وهنرجع نستخدم الصنفرة تاني، علشان خاطر احنا لما بنحط المعجون برضو مش بيبقى مستوي ولكن بينعم بالصنفرة. انا عامة بستخدم صنفرة ناعمة. تمام، طيب الحاجة بقى التالتة هي الوان الاكريليك. حددوا النوع اللي انتوا حابينه واستخدموه. تمام، بس انا بفضل النوع ده ونوع تالنت، دول اكتر اتنين انا استخدمتهم وطلعوا حلوين جدا. النوع ده صيني. تمام، في نوع ايطالي كده ما حبسش ان حد يشتغل بيه، بيبقى مات مش بيبقى لامع، يعني سيء جدا. طيب في حاجه بقى انا نسيت اقولها، المعجون ده هيتفرد بايه؟ المعجون ده هيتفرد بيه دي سكينه معجون. طبعا انا هلكاها وشغاله بيها، انا برضو انا بوريكم كل حاجه انا شغاله بيها، مفيش حاجه انا جايباها جديده يعني. طيب دي الحاجه اللي انا هفرد بيها المعجون. تمام، وهقول لكم هنفرده ازاي وهنصنفره ازاي. طيب بصوا، هو احنا كده هنبتدي ان احنا نصنفر. دي اول خطوه هنستخدمها خالص بالصنفره الناعمه. تمام، هنبتدي بقى ان احنا نصنفر جامد لحد لما نحس ان هي ابتدت تطلع التراب وتطلع ان هي تبقى ناعمه شويه. تمام، طيب احنا كده بعد ما صنفرنا هي الى حد ما بقت ناعمه شويه. تمام، فهنخليها بقى ناعمه اكتر لما نحط المعجون. المرحله التانية بقى هنفرد المعجون على الخشبه. تمام، طيب هو انا اخدت حته يعني من المعجون، هو ده بيبقى السمك بتاعه ما بيبقاش سايل خالص. تمام، عشان في نوع سايل بصراحه ده انا ما بحبوش خالص. وهنبتدي ان احنا نفرده على الخشبه.
طيب ده الشكل بعد ما اتمعجنت، وبعد ما حطيت المعجون طبعا زي ما انتم ما شايفين مش مستوية خالص. فبعد لما تنشف بقى خالص هنرجع نصنفر تاني علشان تبقى ناعمة ونبتدي نشتغل عليها. طيب هو كده بعد ما نشف خالص تمام، فهنبتدي بقى نصنفره علشان كل الحاجات البارزة دي تبقى ناعمة تماما، ونعرف ان احنا نشتغل عليه، والفرشة تبقى سلسة على السطح ده كأننا بنرسم على الورق بالظبط، على ورق ناعم. طيب بصوا السطح بقى ناعم تماما ازاي، ما بقاش فيه اي حفر او فيه اي حاجات بارزة تخلي الفرشة ما تمشيش فيه، او الالوان ذات نفسها تبقى مكلكعة بسبب الحفر دي طبعا. تمام، فكده بعد ما خلص، وبعد كده بقى المرحلة التانية هنرسم عليه. طبعا للاسف ورسمت من غير ما اشغل الفيديو، بس اوكي يعني اظن ان هو باين انا هرسم ايه. فخلونا بقى نبتدي نلون.
طيب هو للاسف ان الفيديو وقف في نص وانا بفنش الرسمه، فالحمد لله كنت رسمتها وعملت الاوتلاين. طيب دي النتيجه النهائيه اللي احنا عملناها والخطوات اللي احنا مشينا عليها علشان خاطر تخلي الخشبه ناعمه جدا ونقدر ان احنا نرسم عليها بسهوله. انا بس حابه اوريكم قد ايه هي ناعمه. طيب احنا وصلنا للنتيجه دي علشان خاطر مشينا على الخطوات اللي هي ايه؟ الصنفره اول حاجه لازم نعملها معجون الحوائط، تمام، بنحط عليه، وبعد لما بنحط عليه بنرجع نصنفر تاني، وفي الاخر بنبتدي بقى نعمل الاوتلاين ونرسم. تمام، ممكن تعملوا الاول باك جراوند وممكن لا. انا ما عملتش باك جراوند، انا رسمت على طول بعد ما صنفرت المعجون، رسمت عليه على طول، وبعد كده لونت، وبعد كده بقى ايه يعني اديت زياده في الالوان عشان خاطر تديني اللمعه اللي انا عايزاها والسمك اللي انا عايزاه على التابلو. اوكي، ولو عجبكم بقى التابلو فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي في الكومنتات عايزين ايه الفيديو الجاي او نرسم على ايه. الافكار دي بتساعدني اكتر ان انا احدد نوعيه الفيديو اللي انا ممكن اقدمها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. باي باي.